السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض صينية كده تتقدم في العزومات، تدي شكل مشرف قوي قوي في نص سفرة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. طريقتها حلوة، وهقول على طريقة تسوية جميلة جدا. مش لازم نتبل الفراخ المشوية قبلها بيوم، لا هقول لكم على تريكات حلوة جدا تقدروا تستعملوها وتستخدموها في اي يوم عادي، او حتى في نهار رمضان لو مستعجلين. طريقتها مميزة جدا، نكهتها طعمها خيالي جدا، هتعجبكم ان شاء الله. حتى الرز المبهر اللي هنعمله مع بعض تحفة تحفة تحفة. تابعوا معايا الفيديو، متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب وشير كتير كتير للفيديو. انا معايا هنا فرخة بحوالي كيلو الا ربع، يعني كيلو 750 جرام. ممكن تستخدموا فرخة 2 كيلو، 2 كيلو زيادة، كيلو ونص، مش هنلتزم بحجم معين. هنا معايا الفرخة متنضفة وعاملة فيها شقوق كده زي ما انتوا شايفين في الصدر، عشان تساعد معايا في التسوية. وكمان نكهة التوابل اللي هنعملها مع بعض تدخل كده في الفتحات بتاعت الصدر وتدي نكهة وطعم حلو قوي. البهارات بقى معايا ملح، زعتر، بابريكا، بهارات فراخ، توم باودر، وكمان فلفل اسود وخلجان، معلقة كبيرة من الخلجان، وملح وقرفة. معايا معلقة كمان كبيرة جدا من معجون الطماطم الجاهز، بيديها نكهة حلوة قوي. وطماطماية وبصلاية كبار مضروبين في الخلاط بشكل ناعم، ومعلقتين كبار من دبس الرمان. هنا الطماطم والطماطمايه الكبيره والبصلايه الكبيره لما ضربتهم في الخلاط ما حطيتش عليهم اي ميه خالص، هما فيهم سوائل بتتضرب بشكل ناعم قوي قوي، علشان مش عايزاها تبان معايا اي كتل او اي حاجه في التتبيله. الخلجان ده سر التتبيله اللي انا هعملها معاكم. ان انا ما عملتهاش قبلها بيوم، يعني اي تتبيله فراخ معروفه ان انا حشوي فراخ حشوي لحمه لازم نتبل قبلها بيوم علشان تديني نكهه حلوه. فايده الخلجان هنا ان بيخلي النكهه بتاعه الفراخ وبتاعه الشوي كأنك متبلة الحاجة قبلها بيوم. ودي ميزة الخلجان بصراحة، من البهارات الحلوة قوي لما بكون مستعجلة وعايزة اعمل حاجة على السريع. اشوي فراخ اشوي لحمة، بحط معلقة كبيرة من الخلجان، وبتخلي طعم الحاجة اللي انا هشويها كأني متبلاها قبلها بيوم. طعمها حلو قوي قوي. ده غير طبعا ان الشقوق اللي انا عملتها في الفتحات بتاعه الصدر زي ما انتم شايفين كده بتساعد معايا على التسويه. لو تاخدوا بالكم ما حطيتش خل، يعني الخل بيساعد معايا على التسويه. انا ما حطيتش خل خالص، وخدت معايا تسويه ساعه ونص في الفرن شوي، يعني وقت مش كبير خالص. وطلعت معايا مستويه حلو جدا جدا، وطعمها كان خرافي. فجربوها بالطريقه دي. طبعا التتبيله انا زودتها، انا عامله فرخه واحده، هي ممكن تاخد معايا الكميه دي تاخد معايا فرختين او ازيد او 3 فرخات. فطبعا انا بشيل الباقي في الفريزر وبفرزها لوقت تاني يعني. انا معايا طبعا صينيه، ما يفضلش خالص ان احنا نستخدم اي صينيه تيفال، اي صينيه عاديه، لانها هتدخل الفرن وهتاخد وقت يعني في الفرن وكده، فمش عايزين نبوظ الصواني التيفال اللي عندنا. اي صينيه كده عندك مش بتستخدميها كتير ممكن تستخدميها في الطريقه دي. وهتحطي كمان الستاند بتاع الشوي وتعلقيه كده زي ما انت شايفه الفرخه كده. انا معايا بقى هنا الطعم الخرافي اللي هيخلي الفراخ بتاعتك مميزه. قطعتين من الدهن او قطعه واحده. بحط عصايه الشيش طاووق زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، وبحط عليها ايه قطعتين الدهن او قطعه واحده. فايده ايه يا ستي القطعتين دولت او قطعه الدهن دي؟ بتخلي الفراخ بتاعتك ما تتحرقش من فوق، يعني من حتة الزور كده ومن عند الكتف من فوق. هتلاقوا مع فترة الشوي في الفرن بتتشوي جامد جدا وبتتحرق. بتديها طعم حلو قوي، والدهن لما بيسيح بيخلي طبقة الفراخ من بره مديها لون حلو قوي وطعم روعة. وما بتخليهاش محروقة، بتخليها كده الشوي بتاعها مميز. ده غير ريحتها طبعا. هندخلها على الفرن لمدة ساعة ونص. اخدت معايا ساعة ونص على درجة حرارة عالية جدا، مش على الشبكة، على الأرضية تحت خالص. ونسيبها ساعة ونص. انا معايا بقى بقية التتبيلة بحطها في علبة كده زي ما انتوا شايفين نظيفة، وبشيلها في الفريزر لما بكون عايزة اتبل فراخ مشوية او اتبل اعمل فرخة كده على السريع اشويها في الفرن. التتبيلة بتاعتها بتبقى جاهزة معايا. وانا بصراحة ببقى متقصدة ان انا ازود الكمية عشان اشيل منها في الفريزر لحين الحاجة. تعالوا بقى للرز التحفة ده. انا هعمل هنا معلقتين رز كبار بكرملهم على معلقتين اسفه سكر كبار، بكرملهم على النار في صينيه كده زي ما انتم شايفين لحد ما تاخد معايا اللون الحلو ده.
انزل عليهم المرقه بتاعتي اللي انا هحطها على الرز، او لو انتوا هتستخدموا ميه مغليه عاديه بسيبها بقى تغلي على جنب، واقوم جايه بقى حله عشان اتبل واحمص البهارات بتاعه الرز الحلو اللي احنا هنعمله. باحط بقى معلقة زبدة عشان تفلفل معايا الرز، ومعلقة زبدة كمان، معلقة زبدة ومعلقة زيت، وباحط بقى ورق لورا وحبهان وقرفة ومعلقة كبيرة كاري، وكمان باحط فلفل اسود ومعلقة كبيرة بهارات فراخ. وبس كده، دي البهارات بتاعتي. وما تنسوش اللومي طبعا للفراخ الكبسة بيديها طعم حلو، وواحدة ماجي علشان تنكه معايا طعم احلى واحلى. وبحط بصل عشان النكهة بتاعة البصل مع الرز بتديها طعم حلو جدا، ومعلقة كاري. دي كل البهارات انا هكتبها لكم في الديسكريبشن تحت. وكوبايتين من الرز البسمتي بيبقى عليهم 4 كوبايات من الرز. انا ما بنقعش الرز البسمتي خالص، بحطه زي ما هو، بغسله غسله كويسه، وبعد كده بس بنزله زي ما هو، وبحط عليه 4 كوبايات من الميه المغليه او المرقه. يعني كوبايتين الرز البسمتي عليهم 4 كوبايات ميه المغليه. بنقله على العين التانية الصغيرة خالص، بحيث انها ما تخليش الرز معايا مهري. شايفين؟ بخلي الرز لما يغلي غلوتين بوطي عليه النار وبسيبه لحد ما يستوى، بيطلع معايا مفلفل كده وطعمه حلو. متنسوش معلقة الزيت هي اللي هتخلي معايا الرز مفلفل وطعمه حلو كده. شايفين بقى الفراخ بعد ما اتشوت في الفرن شكلها عامل ازاي؟ شكلها حلو قوي، وطعمها كان خرافي، وريحتها كمان كانت قلبة البيت بطريقة يعني جنونية، كأنك شاوية فراخ على الفحم. بصوا شكلها عامل ازاي بعد حطينا بقى الفراخ على الرز الجميل بتاعنا، ورشة الكزبرة او رشة البقدونس. ما فيهاش اي تكلفة خالص. لو عندنا مكسرات نحمصها بمعلقة زبدة بتدي طعم حلو، ما فيش يبقى نعملها بجرنشة خفيفة وجرنشة بسيطة زي ما انتوا شايفين. شرايح ليمون اللي هو القضاليا، هو شكله كبير شويه بس الصراحه ادى طعم وشكل حلو قوي مع الطبق. بصوا، تقدروا تستبدلوا الفراخ باي حاجه تانية، يعني ممكن تحطوا بدلها بط مشوي. كنت عامله على القناه قبل كده بطه مشويه محشيه ورق عنب، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت، ممكن تستبدلوها بدل الفراخ. الفراخ معايا كانت مستويه وطعمها حلو قوي. وممكن تقدموها بقى مع توميه، سلطه طحينه، سلطه تركي اللي هي البصل والبقدونس والسماق. اي نوع سلطه ممكن تستخدموها، شكلها حلو جدا ومشرفه قوي قوي قوي. شايفين بقى مستويه ازاي؟ اعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش تعملوا لي شير كتير كتير للفيديو لو عجبكم، وتعليق حلو زيكم عشان تشجعوني اعمل لكم وصفات اكتر واكتر. ومع السلامة في وصفة جديدة ان شاء الله.